امل صدرتني في المطبخ. طالما صدرتني يبقى انتوا شايفين في ايه؟ في حله. في حله. الحله دي فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ فيل يعني. لا بص استنى، هو انا لما بدخلك المطبخ بقول لك بس عشان تغرف. ايه المشكله في الغرف؟ مفيش مشكله خالص، هبهدلك الدنيا بس. لا اوعى تبهدل الدنيا. يعني لازم. تعالوا نشوف يا جدعان واكلين ايه. اوبا 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 اوبا، استنى كده، اللهم صل على النبي، على احلى ايه؟ باميه. باميه باللحمه يا جماعه، اللهم صل على النبي. ايه امل بقى اللي عايزه ايه؟ تبهدل الدنيا لنفسها؟ لا بالله عليك، على مهلك. انا من عينيا الاثنين ليك يا امول. على مهلك خالص. عايزه تبهدل الدنيا بهدلها. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ريحتها جايبه لاخر الشارع. بص يا جماعه، هو مصطفى من النوع اللي عشيق الباميه، بموت فيها، بيموت في الباميه. تمام، يعني مثلا مصطفى نعمله لحمه مثلا في صينيه بطاطس ولا حاجه، لا اعملي باميه. الباميه حلوه يا امل. الباميه جميله طبعا. اللي ما اكلش باميه في الشتاء ما اكلش. مش كده؟ شايفين البخار طالع عامل طبعا يا جماعه. احنا جايبين حته لحمه صغيره عشان اللحمه زي ما انتم فاهمين ب 400 جنيه لحمه ومستورده. ايوه تمام. فلازم كده نقضوها. تمام، عشان زي ما انتم شايفين امل زعلانه عشان بقول جايبين لحمه مستورده. بذمتك مستورده؟ لا مش مستورده. هو اي كلام وخلاص ولا ايه؟ يا ستي امال المستورده وحد لاقي اللحمه ده احنا واكلينها كل سنتين مره. ماشي. مالك امل في ايه؟ لا احنا مثلا اسره صغننه هنجيبه مثلا نص كيلو على قدنا هيكفينا. ما فيهاش احراج، ممكن ربع برضه عادي. وممكن ربع عادي، مفيش اي مشاكل. ايه المشكله؟ لكن اللحمه بنجيبها حلوه. ماما حلوه. قولوا لنا بقى، انا كده بهدلت الدنيا ولا تمام ولا ايه الظروف؟ هو كده، اللهم صل على النبي كده، الله اكبر ما شاء الله. لا يلا بينا ناكل قدام حبايبنا ونقول لهم الطعم عامل ايه، وانت اللي تقول بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صباح الفل. يا صباح الجمال على احلى. امبارح كان طعمه تفحه. تفحه. الفيديو هم عملوا التاني هو بس. بصوا يا جماعه، النهارده معانا بقى باميه يا جماعه باللحمه، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس. خطيره. هو من ريحتها احنا ملهوفين ان احنا ناكل. بصراحه بسم الله. الله. انا باكل على طول بجد والله، مش محتاجه اي حاجه. حته مخيله بقى. لا يا ياسين والله حلو، طعمها حلو، مش محتاجه مخلل يا ياسين. الباميه يا جماعه، عشاق الباميه يا جماعه. فين؟ اين انتم يا عشاق الباميه في الساعه؟ الاكل كده بجد بيسخن الجسم كده ويخلي الواحد عنده طاقه كده انه يتحمس ويعمل حاجات حلوه. الجوه كانت بتشتي قلنا ناكل يوم حاجه كده وبطاطس، هي يوم واحد بس. شاطر يا ياسين. اصل عليك ايه يا اسطى؟ لا انا عايز نروح الدرس ونيجي على البيت بسرعه عشان ناكله. شطوره، راحت الدرس وجت على البيت بسرعه عشان تاكل. قولوا لاصحابكم لازم كلكم تاكلوا زينا. يا كوكو يا كيان تعالي كل عشان شاي يكبر ومامتك تجيب لك شنطه كبيره. اهو شطوره. حتى الارض. يا حمزه تعالي كل. شاطر، يلا بينا. وحسن ومين تاني؟ وعماد ومين تاني؟ خلاص كده. كفايه كده؟ وفي زين وشن. ماشي. طب انا عايزاك انت تدوق بقى وتقول لي يا ماما ايه رايك في الباميه. طبعا يا جماعه المحتوى ده بيتكلم اقدر ده على اساس ان احنا بنشجع الاطفال انها تاكل اي اكل، كلها نعمه ربنا حلوه. مره باميه، مره عيش وفلافل، يوم كده يوم كده. يعني بصوا يا جماعه، على قد شويه فول. اي نعمه ربنا زي الفل. صح صح، كلها والله العظيم الحمد لله رضا. وايه يعني الواحد يعني بيقول ايه زي ما مصطفى قال لكم، يوم كده ويوم كده. النهارده عملنا لحمه، ولو فاضل باميه تاني يوم هتتاكل بالعيش والبتنجان وعادي مفيش اي مشاكل. ماما لا معايا اكل معايا بقى. وخد ده بالليل نتعشوا بيه. ماشي يا عم، بس كله بالليل يحلها ربنا. ربنا. بس ايه رايك يا سينو في الباميه؟ حلوه يا ياسين؟ والله جميله. طب كل يا ياسين. يا دادا انا عايزه وابصي. انا عايز اجيب لك لحمه فين اهي. اهو في لحمه اهي، خد يا ياسين حته. شاطره، كل يلا. لا كل اللحمه. طبعا يا جماعه خد حته. احنا اللي هيقول لها بقى بتاكلوا بايديكم اللي انتوا بتعملوه ده. باميه يا جماعه، باميه الزلوطه كلها. يعني بص تاكل يعني كده. مفيش حد معانا غريب، ده احنا اسره مع بعضنا وبنحب نفرجكم معانا كل حاجه. ايه يا ياسين؟ اديله لحمه. اديله. اللحمه طعمها خطير يا جماعه، وبنعملوها بقى بالليمون يا سيدي.
حاجه كده خطيره. الليمون مع الباميه ملوش حل. ملوش حل. مش كده يا ايمي؟ احنا لما الكباس كنا بنعملوه. صح. يوم كده ايه نفرح الولاد بشويه باميه كده وحته لحمه بقلب انا والشبع. حته لحمه يعني كل يا رب دوم علينا النعمه. فين اللحمه؟ بيدور على اللحم اهو. انا لازم ادور على اللحمه ب 400 جنيه اهي. ما هو انت بتعمل يعني نص كده على لحمه كبيره يا جدعان. لازم ادور على اللحمه يا جماعه ولا مش لازم؟ لازم. 400 جنيه يا سيدي ربنا يسترها معانا ويسترها علينا وعليكم جميعا يا رب. يعني اجيب نص كيلو لحمه ب 200 جنيه وما كنتش انت بتحط عايز الميه. خلاص. انت اكلت مخلل، انا مش عايزاك تاكل مخلل خالص. بيموت من المخلل أهي. مفيش فايده. شايفين يا جماعه الليمون؟ الليمون ده في قلب الباميه كده يا سيدي يديها مزازه كده حلوه. وتاكل بقى وتستطعم. وانا بحب اكله بصراحه يعني. طبعا. انت هتبقى تعمل هو بعد الشقه والسطح واللي عارفين بقى امل مصطفى وتعب والله السطح. والله بنموت يا جماعه لازم كده نعمل لهم اكله حلوه ولا ايه؟ ولا احنا غلطانين؟ طبعا. ربنا يدوم علينا نعمه. تعالوا كلوا معانا لو. ايوه يا رب. الاكل جامد والله العظيم فظيع بجد الاكل يعني ما شاء الله. ربنا بيطرح فيه البركه وبيزيد ويبارك. وبالذات الباميه دي يا جماعه بقى لما تعمليها وتاكليها تاني يوم بيبقى ليها طعم تاني بقى ايه تلاقيها كده تدوب معاكي ما شاء الله. ايه كل يوم. لا يا جماعه بصراحه انا مش عارف بعد الاكله دي لازم كوبايه شاي. ما هي لازم عشان تظبط بقى الدماغ كوبايه الشاي بعد اكله الباميه. وانا عايز كمان شاي. طب انا عايزاكم تاكلوا منابكم كل واحد ياكل الطبق بتاعه. طب كله. عندي فرخه اهي. عندك لحمه مش فرخه. دي مش فرخه. لحمه مش فرخه. كل منابكم. ياسين خد على الفراخ. ياسين قاعد فيها بحبه اصلا. بجد شاي يكبر فظيعه مع قرن شطه حلو كده. هي جميله. نهاري ملهاش حل. تحفه. بألف هنا والشفا. يا جماعه على فكره احنا هيسنا. احنا بجد لما بناكل خلاص. انتوا عارفين يعني ايه؟ احنا بصوا يا جماعه شقه طول النهار. وتيجي بقى ايه؟ تاكل. فاهم؟ تبقى شقيان انت فاهم؟ طول النهار وتيجي بعد كده تبدا تاكل. مع حته يا لو على التهيسه اللي بتحس بيها. لو طبق البتنجان بقى اللي بالدقه ملوش حل. مع يعني بص اي واحد شقيان حاسس باللي انا بقوله ده. انا شفتك ومسكت بابا. بصوا بقى يا جماعه عشان الباميه دي خطيره. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنقول لكم ايه الناس اللي بتبقى محتاره على الاكل. وبكره رمضان هتاخدوا من هانت على رمضان وحلاوه رمضان والشهر الكريم والقران يعني ما شاء الله يا رب كده ايه. بحب القران حتى هو ينام يقرا قران وكمان لما حد يصحى يمسك المصحف ويقرا. شطوره يا ايمي. بصوا بكره رمضان وتعالوا في بيتنا وخدوا مين انتوا عايزين تروحوا. شباب يطلع قدام عشان هم مش شايفين. مش شايفينك يا زينو. خدوا مين انتوا عايزين تروحوا فوقها. شايفين ياسين بيقول لكم ايه؟ بيقول لكم في رمضان تعالوا في بيتنا اطلعوا فوق خدوا اللي انتوا عايزينه من الطيور. يا جماعه الحمد لله. هيوصل الطيور بتاعنا. عينينا مليانه وشبعانه. ايوه الحمد لله. والله لك الحمد وربنا يديمها علينا نعمه والله. ايوه يا رب يا رب. انا عندي ولاد يا جماعه بيصلوا. الحمد لله دي اهم حاجه. ياسين وأميمة بيصلوا معانا. ان انت تعود ابنك كده وبنتك على ان هم يقروا قرآن قبل ما يناموا وتعودهم على ان دي نعمة ربنا حلوه كل حاجه. اي اكل يتحط قدامك حلو ونقوله الحمد لله يبقى يعني انت قدوته. صح. قلت 3 مليار. صح فعلا. الام والاب قدوه الطفل. فعلا عشان والله العظيم ايه ما نعودهمش على الحاجات التانية. ربنا يستر. ربنا يستر على الجيل اللي طالع. بيجيبوا من التليفون كده وبيقولوا تتحمل من معاك يا ابني. ما انا خدت خلاص. لا والله لازم تاكل. النعمة الشريفة حنية الدنيا فيه. بتقول له خد حتة اللحمة اهي. هي اصلا البامية من غير لحمة ومن غير اي حاجة تتاكل كده.
الدنيا تحفه يا جماعه. تاكل كده. وامل واخده حته لحمه مكنفاها جنب منها، هي عماله تاكل فيها. شفت بقى؟ انا شفت بص انت انا بقى؟ هخلص على اللحمه. مصطفى بياخد بيلم اللحمه من الاطباق. 400 جنيه للحمه. ماشي يا عم، بألف هنا والشفا. مش هتتكلم قدام الناس وتضحكوا على اللحمه. استنى يا طيا عمي. 400 جنيه. ياسين خد لك حته لحمه بسرعه. يعني اللي يجيب لحمه ب 400 جنيه ما ياكلش، ده لازم انا افرتك. بالهنا والشفا يا عم. فين اللحمة؟ اهي يا ياسين عندك حته. لا عارف ما هجيبها امتى تاني. مش لحمة دي. ممكن ما نجيبهاش خالص. يبقى الشر. 400 جنيه. يعني ممكن كمان يومين يقول لك ب 500. لا ان شاء الله. اجيب لك منين 500 جنيه؟ فاكله. انت عارفين عشان الواحد يتحمس كده ويقول له مصطفى فاكهة عندي فاكهة. احنا عايزين اللحمه عشان نعمل اكله حلوه. مفيش الكلام ده خلاص، مفيش منه. بابا بص فاكهة. هو حد يتكلم على الأكل خالص، ما سمعتش صوته. حاضر. بصي يا ايمي، احنا بس بنتكلم مع حبايبنا وهنختم معاهم اهوت. اهو يا ياسين اللحمه مع ماما اهي. بص شوف بقى اللحمه مع ماما سيب اهي. حته يا مصدر. انا عارف بقى دلوقتي هيقولوا ليه انت بتمد ايدك في الطبق. عادي خدي معايا. كل يا عم، مش انا دي نضيفه. بالحق لسه مش شاطر يا جماعه، ومصلين المغرب والحمد لله. اهو يعني عادي بقى. بصوا يا حبايب قلبي، احنا يا رب نكون خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم، ما نكونوش طولنا عليكم ولا غلسنا عليكم، عشان خاطر مخلي. احنا بس بنقول لكم الاكلات اللي تفتح النفس، وفي ناس بتقول لنا والله العظيم بجد بتفتحوا نفسنا على الاكل. انت سيبك من اي حاجه، ومعلش هي الاسعار ربنا يا رب يسترها معانا ومعاكم، ومحدش بقى يتكلم في الحاجات دي. صح؟ احنا عايشين بالطول والعرض، عايشين واللي عشان ما ربنا نتحبسوش كلنا. واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. استنى، عشان يبان الجاكيس عشان بجنيه بقى ب2 جنيه. يبقى معاش الجنيه دي قيمه يا سيدي. اطلع قدام انت، والله ما انت باين. المهم المصاصة عشان انا مش عارف. عشان المصاصة. لا كل كلت الطبق بتاعي. لا بالهنا والشفا، في كذا طبق اهو. هو مستقبل لم اللحمه يا جماعه وخلاص هيقوم. الحمد لله. الحمد لله. يا شيفة. ما انا خلصت. ايوه لازم تخلص الغيفه يا بنتي دي حته كنت حاطط عليها اللحم. وانا كمان. اهو كلنا لازم نخلص الرغيف بتاعنا ونحمد ربنا كده، صح؟ عشان ربنا ما ياكلش وراه. عشان الشيطان ما ياكلش وراه. الشيطان ما ياكلش وراه. ما ياكلش وراه. ان شاء الله كل حاجه هتتعدل، وان شاء الله ربنا هيسترها معانا جميعا. وايه بقى؟ قول لهم انت بقى يا رب تكونوا خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم. يا ابني كل ما اختم بص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكم؟ مش مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.